هاتي معاكي حاجة تشربيها عشان موضوع النهاردة مهم. شكلنا هنطول. لو أول مرة تشوفيني، أنا إسراء، وبدأت السلسلة دي لأن أنا مؤمنة إن كل واحدة مننا عندها نسخة نفسها إن هي توصل لها، إن القصة هتتغير من عندها. أنا مش جاية أقولك إن أنا وصلت أو أنا عندي كل الإجابات، بالعكس أنا وإنتي هنبدأ من نفس المكان. فلو إنتي بتدوري على نفسك وحاسة إن إنتي متأخرة أو إنتي مش عارفة تبدأي إزاي، أهلا بيكي. إحنا كلنا هنا لسه بنبدأ. قبل ما نعرف إحنا هنوصل إزاي، إحنا عاوزين نعرف إيه اللي بيحصل من هنا لحد هناك، لأن ما ينفعش تبدأي رحلة إنتي مش عارفة إنتي واقفة فيها فين، لا إيه اللي معاكي ولا إيه اللي إنتي شايلاه على ظهرك. وإحنا مش هنبدأ من الصفر، إحنا هنبدأ من اللي إحنا اتعلمناه. كل تجربة عدت، كل غلطة، كل مرة انت فشلتي فيها، وكل قرار انت اخدتيه، حتى الحاجات اللي انت خسرتيها، كل ده جزء من نقطة البداية بتاعتك. السؤال مش انا ليه لسه هنا، السؤال اللي بجد انا معايا ايه دلوقتي اقدر ان انا ابدأ بيه. ايه هي مهاراتك، ايه هي خبرتك، او ايه اللي انت اتعلمتيه، وايه اللي انت عرفتي ان انت مش عايزاه. انت معرفتك بالحاجة اللي انت مش عايزاها دي تعتبر معلومة مهمة جدا، يمكن اهم من الحاجة اللي انت عارفة انك عايزاها، لانها ببساطة بتحدد نقطة البداية بتاعتك. تمام، فهمنا النقطة دي. جهز نفسنا بقى لإيه؟ لازم ندخل الرحلة واحنا فاهمين ان الطريق مش كله نجاحات. ممكن تغلطي، ممكن تبدأي حاجة وما تكمليش فيها، ممكن تفضلي تعملي خطط كتير وفي الآخر تكتشفي ان هي مش مناسبة ليكي، ممكن كمان تبذلي مجهود كبير جدا والنتيجة تتأخر. كمان ممكن تسمعي كلام يخليكي تشكي في نفسك، أو إن الخطة ما تمشيش زي ما انت حابة أو زي ما انت رسماها. لازم تسمحي لنفسك إن انت تكوني مبتدئة. المبتدئ مش مطلوب منه إن هو يعرف كل حاجة، المبتدئ بيجرب، بيغلط، بيتعلم وبعدين يجرب تاني. فما تستنيش إن انت تكوني ممتازة عشان تبدأي، انت هتكوني ممتازة عشان انت بدأتي. تالت نقطة مهمة جدا وهو التشتت. ومش كل تشتت بيكون موبايل وسوشيال ميديا، احيانا التشتت بيكون رأي الناس، اللي هو هتنجحي ازاي، هو ده وقته، او اللي هو انت فاكرة نفسك مين، او فاكرة ان انت هتعملي ايه. ممكن اصلا محدش يصدق حلمك. عارفين فين المشكلة؟ ان هما شايفين الواقع اللي انت فيه اللي كله دمار، مفهوش بصيص امل، لكن انت لوحدك بس اللي شايفة الرؤية وشايفة الحلم. هما شايفين اللي موجود دلوقتي، لكن انت شايفة الصورة اللي هتتكون او بتتبني. وحاجة مهمة جدا وهي الشنط اللي احنا بنشيلها واحنا رايحين الرحلة. تخيلي ان انت عايزة توصلي لمكان معين وشايلة شنطة تقيلة جدا، طبقيها بقى على حياتك. انت ماشية شايلة شنطة فيها، عدي معايا، كلام ناس وجعتك، خذلان، علاقات مؤذية، خوف، مقارنات، مشاعر سلبية، توقعات الناس ليكي. يا بنتي انت شايلة نص حياتك في ظهرك، طبيعي سرعتك هتكون بطيئة، ده ان قدرت تمشي اساسا. انا مش بقولك ان انت ترمي مسؤولياتك، في ناس بيكون عندها مسؤولية ان هي تتعامل مع بيئة معينة او مع ناس معينة، لكن حتى لو مش قادرة ان انت تغيري المكان ما تاخديش سلبيات. خدي الحاجة اللي هتنفعك أو نفعتك وسيبي الباقي. يعني حتى لو هتاخدي شنطة عشان المشوار يكون خفيف، خدي الشنطة خفيفة عشان حتى تعرفي تمشي. السؤال مش إن أنا إزاي أتخلص من كل الحاجات ديت في حياتي، السؤال اللي بجد إيه الحاجة اللي فعلا تستحق إن أنا أخدها معايا للمرحلة اللي جاية. كمان لازم نفهم إن الحلم ليه ضريبة. ممكن الضريبة إن انتي هتقعدي مع نفسك فترة تصل لشهور، تواجهي نفسك، تواجهي مخاوفك، ان انتي تبطلي تستني تصديق الناس، تقبلي ان انتي مش هتعرفي النتيجة من اول يوم. كمان ممكن تاخدي قرار صح ويوجعك، لان القرار الصح مش دايما بيكون القرار المريح. كمان ان انتي تبدأي من جديد، بين قوسين مش من الصفر. ممكن تقفلي باب انتي كنتي متعلقة بيه، كمان ممكن تكتشفي ان انتي كنتي ماشية طريق ما كانش طريقك اصلا. وده كله جزء من الرحلة. واخيرا هنبدأ ازاي؟ احنا هنبدأ من الحقيقة انك مش في المكان اللي نفسك تكوني فيه، الحقيقة ان ظروفك ممكن ما تكونش مثالية، الحقيقة انك ممكن تكوني خايفة وممكن تكوني ما تعرفيش النتيجة، ومع ذلك برضه هتبدأي وانت كل دول. لان تقبل الواقع مش معناه ان انت تستسلمي، معناه ان انت خلاص عرفتي نقطة البداية. واحنا مش محتاجين نبدأ من مكان مثالي، احنا نبدأ من اللي معانا واللي احنا اتعلمناه. بعدها هنعرف هنبدأ ازاي، لأن أول خطوة دايما هي اللي بتكون الأصعب. لو كانت سهلة كان الكل وصل. الأحلام فعلا بتتحقق، ولكن الأحلام اللي ما اتحققتش اتنازل عنها أصحابها، كسلوا إن هم يسعوا لها، كسلوا إن هم يدفعوا الضريبة وإن هم يواجهوا مخاوفهم. مش أي حد هيقدر يعمل ده، بس إحنا هنقدر نعمل ده.
اتمنى ان انا مكنش طولت عليكم واتكلمت جد كتير. لو انت لسه جديدة هنا وعايزة تنضمي لينا اعملي لي فولو وبس. اشوفكم في البارت الجاي. باي.